السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض سمك سنجار. ده سمك يا جماعة اسمه روسي او مكاريل او ابو ظهر ازرق على حسب ما بيتسمى يعني. هو له اسامي كتير. اول حاجة طبعا بنعمل له الخلطة بتاعته، هي عبارة عن فلفل اخضر، فلفل احمر، طماطم، توم. انا عن نفسي بشوف ناس بتحط بصل، بس انا بفضلش البصل في السمك. طبعا ليمون بقى وخل وكمون وملح وكده. طبعا بضربه في الكبة عشان يبقى ناعم، ما يبقاش قطع كده، فبحيث ان السمكية تشرب منه. طبعا السمك ده انا منضفاه كويس ونقعاه في ميه وخل، في ميه وليمون يا ربي وملح. وبعدين ببدا بقى ان انا افتحه كده في الحوض بتاعي او في الصينيه اللي معاكي. بتفتحيه كده بقى بالسكينه وتحطيه. طبعا انا فرمت الخلطه بتاعتي كلها على بعضها. ببدا ان انا بقى اتبلها. اهم حاجه الكمون في السمك. طبعا توم. حطي حبه توم حلوين كده. انا بحبه حراق، بضيف طبعا قرن شطه حراق احمر وقرن اخضر، وطبعا طماطمتين. ببدا ان انا بقى احط التتبيله بتاعته عليه، وان انا ادخله الفرن على درجة حرارة متوسطة عشان ما ينشفش مني. وما بياخدش حوالي ربع ساعة في الفرن. وبيطلع احلى سمك وخفيف جدا في الصيام، وبيبقى طعمه جميل. احلى من الشوي بره بكتير. لو وصلت لحد هنا معايا، اعمل متابعة للقناة، حط لي لايكات كتير، واكتب لي تعليق حلو كده. كل سنة وانتم طيبين. ببدأ ان انا بقى ادهن بطن السمكية كلها كده من كل ناحية كويس. طبعا انا بتبله وبركنه شوية عشان برضو اللحم بتاع السمكية يشرب منه. السمك ده انا بفضله، هو يعتبر بالنسبه لي احلى نوع سمك. التلاتة دول يا جماعه كيلو. انا بحب اجيبه وسط، ما بحبش اكبر قوي، بيبقى في اكبر، يبقى في ساعات الواحده اجيب معديه نص كيلو، بس انا بفضل اللي هو ده الوسط. خير الامور الوسط يعني. دولت التلاتة دول كيلو. اسمه روسي، اسمه مكاريل، اسمه ابو ظهر ازرق. وسمعت ناس الصراحه بتقول عليه سمك التونه، بس انا ما اعرفش دي تونه ولا لا، ما اعرفش. خلاص خلصت كل الدقه اللي عندي. بتعملي دقه على حسب السمك اللي عندك. طبعا لو عندي عدد اكبر بتكتري بقى الخلطه بتاعتك. أنا طبعا كنت فارمة في التتبيلة دي ليمونة برضو، فارماها فيها، ورجعت عصرت واحدة كمان، خدت المية بتاعتها العصير بتاعها. خلاص هو كده خلص. بحط بقى حوالي معلقة زيت بس، لأن السمك ده أصلا سمك من نوع السمين. هو بينزل الزيوت بتاعته أصلا في البتاع وهو بيستوي. ما بيحتاجش يعني انت لو ما حطيتش عادي مش هتفرق، بس أنا بحط يعني حوالي معلقة بس كده. تديله بس لمعة كده على الوش وخلاص. خفيف جدا في الصيام وسهل وبيتعمل في 10 دقايق. ولا الشوي بره ولا غيره. يلا حبايبي، مع السلامة.